السلام عليكم. وبعد ما اتأكدنا إن كهربا هيشارك رسمي مع الأهلي، هنطلع النهارده نسمع الفيلسوف ده كان بيقول إيه وهنرد عليه. هسمعك الفيلسوف ده وهو بيتكلم في قضية كهربا، وكان مالي إيده قوي إن كهربا مش هيشارك، وهنرد عليه ونسمع الكلام يعني الكوميدي. تعالوا نسمع ونرد وبالدليل، يعني احنا هنرد بالدليل القاطع. قبل ما نسمع اشترك في القناه، فعل زر الجرس، شير الفيديو، وحطوا لايك جميل. تعال نسمع بقى النبغه ده والفيلسوف ده ونرجع نرد عليه. يلا بينا. أشكر المستشار مرتضى منصور لأن عمل سابقة في الاتحاد الدولي لكرة القدم لم تحدث في تاريخ الفيفا. هتسألوني إيه هي؟ الأول مرة في التاريخ اتحاد كرة القدم الدولي يرد على نادي خلال 7 ساعات. نادي الزمالك بعد انتهاء الوقف، قبل انتهاء الوقف، بعت يستفسر من الفيفا، الرد جه خلال 7 ساعات. كهربا مش هيلعب إلا ما يجي تبعتوا لنا أنتوا ورقة ندفع لكم فلوس. دي عظمة نادي الزمالك وعظمة رئيس نادي الزمالك، ان الفيفا نفسه بيرد عليه خلال 7 ساعات. يا اخي ده الفيفا ما بيردش غير بعد شهور، المفروض كان يرد في 2 فبراير، ودي عظمه نادي الزمالك. والخطاب اللي وصل خلال 24 ساعه اللي فاتت النادي الزمالك وصل اتحاد كره القدم بيقول لهم مش هيلعب الا بعد توفيق اوضاعه ودفع فلوس نادي الزمالك. ده رد قاسي وقاطع وفضح تجار الكلام اللي كان يروجوا قبل ال 11 يناير. دلوقتي بقى احنا عرفنا مين هم تجار الكلام واللي بيكذبوا على كل الشاشات. بيقول لك الفيفا بعتت لنا ورقه في خلال 7 ساعات ان كهربا ما يلعبش الا ما يسدد الغرامه. ده انتوا لو معاكم ورقه كنتوا فضحتوا بيها كهربا ولفتوا بيها على كل المواقع، مش بعيد بعتوها كمان، كنتوا بعتوها للمريخ. طب ايه رايك بقى في الجواب ده اللي مبعوت للاهلي امبارح ان كهربا هيبدا يلعب من ماتش سموحه؟ ايه رايك بقى في عظمه الزمالك؟ شفت العظمه؟ اهو كهربا هيلعب حتى لو ماتش واحد اسمه هيلعب. ايه رايك في العظمه بتاعتكم؟ عرفتوا مين هم تجار الكلام وترزيه الكلام؟ وانتوا بتطلعوا تكذبوا على الناس. بطلوا كذب. وانتوا ايه يعني؟ احترموا سنكم واساميكم وتاريخكم وناديكم وجمهوركم. عيب كده يا جماعه، والله بجد احنا بجد مش عارفين نفسر اللي انتوا بتعملوه. انتوا ما بتطلعوش على قناه الزمالك للزمالك، وانتوا بتطلعوا لشخص واحد اسمه مرتضى منصور الفيلسوف ده، وغيره من الفلاسفه اللي بتقعد تطربنا طول الليل. بيطلعوا لشخص واحد ويقعدوا يكذبهم ويغلطوا تاريخهم واساميهم ويغلطوا جمهورهم وينسوا تاريخ ناديهم عشان خاطر يخدموا شخص واحد ولو بالكذب. احنا بنطلع نفضح الناس دي. ده يا جماعه عبد الشافي صادق وغيره من الفلاسفه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. سلام.